دور 16 ليفربول. إيه شو عاملين؟ متصدرين المجموعة يا زلمة. صباح الخير عصمت الخير، معكم سام من قناة توبيكو. واليوم عنا قرعة دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا. فرق كتير موجودة. بالمركز الثاني ممكن تطلع لريال مدريد فريقي. أنا متوتر جدا بهالقرعة. ما بعرف، عندي إحساس حيطلع لنا باريس ولا مو باريس. حيطلع لنا شي فريق ما بعرفش يعني. حاكم كل بطولة لازم ريال مدريد دور 16، شي باريس، شي يعني فرق بتطلع لريال مدريد. بده حظنا بالقرعة يعني معروف. الله يستر. خلونا نشوف القرعة مع بعض. حبوا يسووا الساعة 12 الظهر 2 الظهر، ما بعرف، المهم كان عندي دوام. هلا رجعت حرفيا، هلا رجعت على البيت وعم صور رد فعلي على القرعة مسجلة مو مباشر، لأنه مع الأسف ما لحقت المباشر. بس ما بعرف شي عن القرعة، فيديو موجود على اليوتيوب. شوف القرعة مع بعض. أخيرا نص ساعة بيحكوا. هاي الفرق اللي بتتأهل كأول مجموعة ما رح يلعبوا مع بعض. فمبدئيا ما رح نقدر نقابل بايرن، توتنهام، تشيلسي، سيتي، بنفيكا، نابولي، بورتو. هدول الفرق ما رح نقدر نقابلهم. الفرق المحتملة اللي ريال مدريد ممكن يقابلها: ليفربول، كلوب بروج، انتر ميلان، اينتراخت فرانكفورت، اي سي ميلان، ريد بول لايبزيج، بروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان. هدول شو فنشهم بالمركز الثاني؟ الله يستر. ريد بول لايبزيج كان معنا بالمجموعة، ما راح يطلع لنا. لنشوف مين المحظوظ اللي حيطلع له لايبزيج من الأوائل. طبعا لا ريال مدريد ولا بايرن ميونخ بيقدر يطلع معهم بالمجموعة. ألماني وريال مدريد كان معه بالمجموعة اوريدي. سيتي وريد بول لايبزيج. يا جماعة السيتي طريقه متزبطة. إذا المواجهة الأولى ريد بول لايبزيج ومانشستر سيتي، الذهاب على ملعب ريد بول لايبزيج والإياب على ملعب السيتي باتحاد ستاديوم. الفريق الثاني هو كلوب بروج. اعطونا كلوب بروج، بنقدر نلعب مع كلوب بروج. نحن ما بيقدر يلعب مع بورتو، كان معه بنفس المجموعة. ريال مدريد يلا خلوا طريقنا سالك، بس مشونا يعني. إذا المباراة الثانية كونفدرالية توب. كلوب بروج وبنفيكا 3-4 حيتفرجوا على المباراة وبس، مع السلامة. نروح للماتش اللي بعده. ليفربول اف سي. هذا تاني مجموعة. اوه ماي جاد، يا بيلعب مع البايرن يا بيلعب مع الريال يا مع بورتو. لا خلص اعطوهم بورتو او اعطوهم بايرن، خلوني يعلقوا ببعض وريحونا. يلا ان شاء الله بايرن او بورتو. ادي ليفربول حتى لو مستواه نازل يا زلمه. ليفربول بضل ما كل هذا بيطلع لنا فريق. حاسس باريس انا قلنا حيطلع. لا يا اخي، لا يا زلمه، حاجه دور 16 ليفربول. شو عاملين؟ متصدرين المجموعه يا زلمه. خلاص بعرف عم نلعب دوري ابطال، في كلوب بروج وفي بنفيكا وفي بورتو وفي 100,000 فريق بدور 16 يا زلمه. ما بيطلع لي غير ليفربول. انا شو هالحظ؟ ليش ما يطلع لبايرن يعني؟ ليش السيتي وبايرن وكل هالفرق طرقها مثل اللوز، وريال مدريد بفوت باكبر حيطان وبيدعوسهم دعوسه؟ على كل حال حلقه التوقعات بعدين، ما راح احكي هلا. بس ليفربول وريال مدريد، والمباراه الاولى بالانفيلد، المباراه الثانيه بسانتياغو. الله يستر، اقسم بالله شيء بيهز البدن يا زلمه. طلعوا لنا مره قرعه مثل العالم. ميلان حيواجه توتنهام. صراحه مباراه حلوه جدا، يعني نوعا ما متكافئه. راح تابعها طبعا قطعا. الفريقين بحبهم يعني. طبعا حتابعها. بس انا هي ريال مدريد ليفربول نزلت لي مرايه. نشوف مين حيطلع لباريس. مباراه كونفدراليه ثانيه، مع انه فريق نابولي مولع نار. بس نابولي اينتراخت فرانكفورت. مباراه بتوقع توقعاتي لبعدين لفيديو بعدين. المباراة الخامسة اينتراخت فرانكفورت ونابولي. تشيلسي حيلعب مع بروسيا. مباراة مو سهلة ابدا. ولو بروسيا اليوم يعني بهاليوم مو على مستوياتهم، طلعوا من المجموعة بالزور تأهلوا، بس يعني لا، بس مباراة صعبة مو سهلة ابدا على تشيلسي. وينه باريس؟ لسه في باريس وبايرن يا جماعة الخير. وانتر حيلعب مع بورتو. تخيل عزيزي المشاهد، بايرن وباريس. شو الدور 16 اللي مولع نار هذا يا زلمه. خبطوا الكبار ببعض، تكبيس. ما خلوا السيتي بس طريقه بدهم يعطوها اياها. ما واضحه يعطونا اياها. عطي بعتوا لنا اياها على البيت وخلصونا. ليش تلعبونا؟ تخبطوا لي باريس ببايرن وتخبطوا لي ليفربول بريال مدريد. بس حلوه مباراه بايرن وباريس، روعه. وميسي ضد بايرن والانتقام لبرشلونه. يا سلام. وبهيك بتكون قرعة لايبزيج ضد السيتي، كلوب بروج ضد بنفيكا، ليفربول ضد ريال مدريد بالمباراة الثالثة، ميلان ضد توتنهام،
فرانكفورت ضد نابولي، بروسيا ضد تشيلسي، انتر ميلان بورتو، وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. مباريات نار صراحة. دور 16 مولع كالعادة، يعني كالعادة. ريال مدريد طبعا وقع بواحد من اقوى الفرق بالمركز الثاني اذا ما كان اقواها، يعني باريس وليفربول هن اقوى اثنين. انا الصراحة كنت متوقع يطلع لنا باريس بحكم العادة، بس بحكم انه لازم يعطونا اصعب فريق بالعالم يعني. بس طلع لنا ليفربول اللي هو ممكن يكون ثاني اصعب فريق بالنسبة لي حاليا بين التواني كلهم يعني مين، ميلان ولا انتر؟ اكيد كله كان اسهل. على كل حال ليفربول وريال مدريد مباراة منتظرة. وهي كانت قرعة لليوم. صراحة قرعة فاجأتني، قرعة حلوة. أنا من عين محايد قرعة رائعة صراحة، يعني دور 16 ممتع جدا. بس كمدريدي الصراحة يعني مو كتير مبسوط يعني بهالنتيجة. بس بنشوفك يا محمد صلاح للمرة ال15 والانتقام والريفنج والصراعة ومخنا. المهم أهلا وسهلا، مين ما بده يجي بالدور 16 أهلا وسهلا. بهيك بيكون انتهى المقطع، إن شاء الله يكون عجبكم. بنشوفكم بالمقاطع القادمة والسلام.